السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا الجمال بقى، بصوا القرص الجميلة بتاعت الافران، احنا عملناها في البيت وما كلفتناش كتير. والكيلو بتاعنا اللي احنا عملناه عمل لنا اكتر من 30 قرصة قدامنا كده. بصوا القرصة بدل ما نجيبها من بره، يعني لما نحب مثلا نصبر نفسنا بقرصتين ولا حاجة، القرصة بتعمل 4 جنيه، يعني ب8 جنيه نجيبها؟ لا طبعا مش معقول. طب 8 جنيه نحط عليهم 8 جنيه، وجبنا كيلو دقيق وعملنا بيهم كذا قرصة وحشيناهم بحاجات من اللي موجودة في البيت، وعجبتني وعجبت جوزي وعجبت عيالي. كل سنة وانتم طيبين. ونبتدي الفيديو بتاعنا. بصوا حبايبي بقى المكونات بتاعتنا. انا معايا كوباية ونص من اللبن الدافي، حطيت عليهم 3 معالق سكر، حطيت عليهم معلقه خميره كبيره. بص نص معلقه الزيت دي احنا هنقسمها لنصين، هنحط نص كوبايه الزيت، هنحط نصها مع اللبن والخميره والسكر، ونسيبهم كده. احنا مش هنسيبهم كتير، يعني على مسافه ما ما نخلط المواد الجافه مع بعضيها. هنركنهم كده على جنب ونبتدي نعمل الدقيق بتاعنا. دقيق من عند العطار عادي او من عند العلاف، مش هنقولك دقيق يعني اللي هو المخصص للمعجنات وكده، لا بدقيق عادي. وشوف القرص بتاعتنا هتطلع عامله ازاي. كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده، ما شلناش منه حاجه خالص. هنحط عليه نص معلقه ملح، معلقتين ينسون بس يكون نظيف ومتنضف من التراب او الطينه بتاعته. طبعا احنا بنبقى غاسلينه ومنشرينه، اللي هو اللي بيتحط على المعجنات غير اللي بنغليه. هنبتدي بقى نضيف اللبن بتاعنا والخميره والسكر والزيت اللي احنا عملناهم على جنب. هنسمي الله ونشتغل كده مع بعض، وندعي ان ربنا يحسن ما بين ايدينا ويبارك في اللي في ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نعجنهم كده. طبعا احنا حطينا كوبايه ونص لبن، عايز تحطي كوبايتين لبن مفيش مشاكل. هيحتاجوا معاكي ميه كان بها، ما احتاجوش يبقى خلاص هنعجن باللي قدامنا. بس الكيلو بتاعنا احتاج اكتر من الكوبايه ونص لبن. هنكمل بميه عاديه من الحنفيه، مش هنقولك ندفيها. بص ده انت مكان اللبنه كنت غاليه فيها اللبن، وفضيته في البوله اللي انتوا قدامكم ديت علشان كانت تبرد. هنبتدي نضيف كده ونطريه. احنا عايزين العجينه طريه خالص، وما تخافيش هنعرف ازاي نيبسها تاني. على قد ما تقدري تطريها طريها، بس ما تسيحيهاش بحيث يعني ما تبص في ايدك يعني. بصوا حبايبي، بصوا العجينه طريه ازاي، بس لسه ما تلتتش ولسه ما اتعجنتش. بصوا بقى هنجيب بقى كوبايه الزيت دي، هنحط منها برضو جزء كده على الرخامه بتاعتنا تكون نظيفه، وهنفضي العجينه كلها على الرخامه كده. ونبتدي بدل ما نلفها بالدقيق ونلفها بالدقيق، هنلفها بالزيت ده. بصوا بقى كده، ونبتدي نشتغل وناخد من الزيت بايدينا ونلف العجينه كده. هتطرى وتبقى جميله. والعجين بتاعك هتعرفي ان العجينه اللي في ايدك بقت كويسه وجاهزه للشغل فيها ازاي، لما العجين اللي في ايدك يمسك في العجينه وما تبقاش ايدك ملزقه من العجين كده. احنا خلصناها، وهنحط نقطه زيت في البوله اللي احنا عجنا فيها ونسيبها كده. ما كملتش يعني، ما خدتش نص ساعه، يعني انا سبتها نص ساعه بالزياده لان انا ما كنتش فاضيه. بصوا حبايبي، بصوا الجمال بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله. بعد ما خمرت هنبل ايدينا بالزيت، وهنطلع الهواء اللي جواها، وهنبتدي نشتغل وهي في البوله كده. بص على بال ما البتاع خمرت، وعبال ما جهزنا الحاجات اللي حواليها، انا جبت معلقتين قرفه على معلقه سكر بشويه ميه صغيرين كده او شويه موارد، بس انا عملتهم بميه يعني. ورحنا مطرينهم. هناخد كده من العجين ونعملها زي ما هي كده، نلفها ونقفلها، وهنحط في الصاجة تكون مدهونة بسمنة أو بزيت، ونحطها زي ما هي كده، بس يبقى في مسافة بين القرصة والتانية. يلا حبايبي وانتوا بتتفرجوا معانا كده، حطوا لنا لايك يلا، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. وبالله عليكم التعليقات بتاعتكم. واللي بيتفرج على القناة بتاعتي واللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي يكمل الإعلانات للآخر يعني، لو سمحتوا يعني. نقول لكم ايه تاني أكتر من كده؟ احنا هنعمل مع بعض كام واحدة كده وبعد كده نكمل. طبعا احنا مش زي ما قلت لكم، في ناس بتحبها بالحشو وفي ناس بتحبها من غير حشو. بص انا بعد ما حطيتها كده وحطيت كذا واحده، وانا بفردهم لقيتهم هيبقوا كتار على الصاج او الصينيه اللي انت بتشتغلي فيهم، فوزعتهم على كذا حاجه تانية.
بصوا حبايبي بقى، اهم حاجه التخميره التانية. احنا بس بعد ما سيبناهم ارتفعوا، الفيديو ده اتقص مني معلش. بايدك كده وانت في قلب الصينيه، هتفرديها فرده بسيطه كده، مش عايزينها ناشفه جامد عشان ما تبقاش ناشفه. وبعد كده تبقي مولعه الفرن ومسخناه من فوق ومن تحت، وتسوي من تحت ومن فوق. بصوا الجمال بقى، ولا دهنت، مش هقول لكم انا دهنت وشها، والله ما دهنت وشها حاجه. بصوا الجمال بقى. بصوا انا مش عايزه اقطعها جامد عشان عيالي ما بيحبوهاش الحاجه ايه مهريه. بصوا الجمال، متحمصه ومن فوق ومن تحت، احلى من بتاعه الافران. وعملت معانا اكتر من 30 قرصه، تنفع معاكي في مصيف، في فطار، في عشاء، ضيف جالك في ثواني، والله العظيم ما خدتش حاجه. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. ويا ريت يا ريت يا ريت رجاء يعني، اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي يتفرج على الاعلانات بتاعتها للاخر.